يعقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مؤتمرا صحفيا لكشف ملابسات الحوادث الإرهابية الأخيرة والإعلان عن النجاحات الأمنية التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر وزارة الداخلية موفدنا محمد علوي. محمد، متى من المقرر أن يبدأ المؤتمر الذي سيعقده وزير الداخلية، وهل لديك بعض المعلومات عما سيكشف عنه في هذا المؤتمر؟ عبد الله، تحياتي إليك وللمشاهد الكريم. بالفعل في تمام الساعة 2:30 ظهرا سيعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المؤتمر الصحفي الهام. حقيقة من هنا، من داخل هذه القاعة وتحديدا من هذا المكان، سيعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وسيوضح الكثير من الأمور. ينفرد التلفزيون المصري بالإفصاح عن الكثير من هذه الأمور والكثير ممن سيقال داخل المؤتمر الصحفي. وزير الداخلية سيعلن عن إلقاء القبض على المتهمين في وقائع ارتكاب اغتيال المقدم محمد مبروك، وأيضا اغتيال اللواء نبيل فراج. اللواء نبيل فراج للتذكرة هو شهيد الشرطة في كرداسة الذي تم قتله في بداية مداهمة بؤرة كرداسة. أيضا سيقوم بالإعلان عن إلقاء القبض على عدد ممن قاموا بالمحاولة الفاشلة لاغتيال السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية. وزير الداخلية أيضا سيقوم بالإعلان عن الكثير من الأمور، من أبرزها الخطة الأمنية القادمة لوزارة الداخلية في تأمين الضباط والأفراد والجنود. وأيضا سيقوم بالإعلان عن خطة وزارة الداخلية القادمة في الانتشار المكثف في جميع الشوارع والميادين الرئيسية. وسيقوم بعملية عرض من خلال الصوت والصورة للمتهمين. وزير الداخلية اليوم سيقوم بالإفصاح عن الكثير من المفاجآت، قلنا بعض وأبرز هذه المفاجآت، وننتظر المزيد خلال المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 2:30 من ظهر اليوم. عبد الله. محمد علوي، موفدنا إلى مقر وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك، وفي انتظار المزيد في هذا المؤتمر.